هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده نحل المعاصر، اخر لسون خالص في الدي ان ايه، مينلي لسون 3. هنتكلم عن البروكاريوتس في الايوكاريوتس، الاستراكشر بتاع الجينوم بتاعي والميوتيشن. ان شاء الله الفيديو مش هيكون كبير زي اللي فات لان هو الاسئله اقل، بس في نفس الوقت هتكون لذيذه. لو انت اول مره تشوف الشانل ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتبعت الفيديو لاصحابك، ولو عندك اي كومنت ما تنساش ان انت تقوله لنا في الكومنتس تحت. ويلا نبتدي. اول حاجه بيقول what is the number of free phosphate groups in plasmid. من غير ما افكر اكيد هتبقى زيرو. ليه؟ لان انت عارف ان البلازميد اصلا it's a circular DNA. حلو اهو، تمام، عادي دبل هيليكس، الدنيا تمام حلو. البيجيننج هي الاندنج، انت فاهم قصدي؟ فما فيش فري، هي كلها متوصله ببعض، فعشان كده تقولي فري مستحيل. حلو. طب والبلازميد موجود فين؟ البلازميد موجود في عادي، يعني اللي هما مش عندهم اللي هي النيوكليس العاديه. وعندنا كان عندنا اكسبشن مين؟ يس، اليست. بعد كده بيقول which of the following represent الكروموسوم structure in eukaryote. الكروموسوم structure عامل ازاي في الايوكاريوت؟ هو دي ان ايه، تمام. فعشان كده ما تقوليش ان هو ار ان ايه بس. 2 molecule of DNA ولا 1 molecule of DNA ولا لا مش single strand، هي 1 molecule of DNA اللي هي متكونة من ايه؟ من double strand. بعد كده بيقول رقم 3 بيقول what are the polymers that are responsible for packing long DNA molecules to fit into the space of the cell nucleus. ايه البوليمر اللي بيساعدني لما انا بلف ال DNA على الايه؟ على الهيستونز. حلو، ماشي، لف 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 يا فندم، باكينج يبقى بيباك around الهيستونز، والهيستونز دي ايه؟ ها، بروتين. فمش الكربوهيدرات اللي هتساعدني ولا الليبيدز ولا الهرمونز. بعد كده 4 بيقول in which of the following the DNA is organized in the form of chromosome during the cell division. كروموسوم يبقى أنا أكيد I'm searching for eukaryotes. مين هنا eukaryotes؟ الأميبا، صح؟ لأن هنا أنا كل دول اللي قدامي دول circular DNA. circular DNA الأميبا هو eukaryote عادي جدا. بعد كده بيقول which of the following is أو are characteristic يعني for الجيناتيك ماتيريال of الإيكولاي بكتيريا. أنهي واحد من دول من ضمن الصفات المميزة للإيكولاي؟ الإيكولاي بكتيريا يبقى هي circular DNA، ماشي، عشان نكون واضحين. فما تقوليش هيستون، يعني ده هنا ما تقوليش هيستون. تيرمينال فوسفيت جروب، عارفين يعني ايه تيرمينال؟ يعني في الاخر، يعني هنا في 1 5 وفي هنا 1 5، ده كده تيرمينال، قصده من الاخر فري، ده مستحيل. يوراسيل، انت قلت جيناتيك ماتيريال للبكتيريا طول عمرها دي ان ايه، ازاي هتجيب اليوراسيل؟ اليوراسيل من الار ان ايه، يبقى مفيش قدامي اوبشن غير البيورين بيزز. ايه ده؟ واحنا عندنا بيورين؟ طبعا. ايه هما البيورين؟ اللي هما الاي والجي. بعد كده 6 بيقول in which of the following organisms the DNA replication process doesn't occur in each cytoplasm. أنهي واحد من دول ال DNA ما بيحصلش في الايه؟ في السيتوبلازم بتاعه. حلو. النمونيا بكتيريا، بص عشان تكونوا واضحين، بكتيريا ها، يبقى ده ايه؟ يبقى ده مش يبقى ده بيحصل في السيتوبلازم. ما عنديش غير اليست فانجاي والسبايروجايرا الجي. طبعا احنا قلنا هنا ان اليست فانجاي عنده ايه؟ عنده بلازميد. طب ما البلازميد بيعمل في السيتوبلازم عادي. يبقى انا هنا هختار السبايروجايرا الجي. حلو. 7 which of the following is not applied to the plasmid. انهي واحد من دول ملوش علاقة بالبلازميد؟ هنشوف واحد بيقول it is a circular piece of DNA، صح. it is not replicated when the cell divides، بالعكس، يبقى هي دي الغلط. هي هيحصل لها replication عادي، يعني انا لو عندي اهو، تمام، هعمل replication هيتقسموا هما كمان عادي جدا. مين اللي هيقول لأ؟ حلو.
طيب it is present in some bacterial strains. مش كل البكتيريا. it can be transferred from one cell to another. دي حقيقة. حلو. وعشان كده انت هتاخده في genetic engineering ان شاء الله في الاخر بقى. 8 بيقول which of the following statement is correct. انهي من ضمن statements دول صح. the amount of DNA increases in higher vertebrate. يعني انت كل ما تبقى higher vertebrate كل ما ال DNA عندك هيزيد. حلو. كلام مش منطقي. بعد كده بيقول هنا كان قايل قبل كده the non-coding genetic content in salamander is greater than the genetic content in human. غيرها في الكتاب. بصوا اهو change choice B to genetic content in one type of salamander. genetic content in one type of salamander. طيب the human has the largest amount of DNA. There is a relation between a living organism evolution and the amount of DNA cells. يعني كل ما تكتر DNA cells طول ما انت كده متطور. مفيش الكلام ده، مفيش عندي غير B ولنفس ذات السبب. genetic content in one type of السالامندر. تمام. على اساس ايه؟ ان هو يعني في النون كودينج تبقى اكتر. انت فاهم قصدي؟ ان هو عنده نون كودينج كتير قوي. طب ما فعلا عنده نون كودينج يعني ما بيتحولوش، ان انا مقدرش اجيب منهم بروتين. 9 which of the following is characterizing bacteria from bacteriophage. bacteriophage اصلا فيروس، فايه اللي بيميز البكتيريا عن الفيروس؟ التايب اوف الجيناتيك ماتيريال. والله الاتنين دي ان ايه. مش معنى قلت لك فيروس يا حيوان ان انت تقول اصل ده ار ان ايه. لا، الاتنين واحد. presence of البلازميد. البكتيريا دايما بيكون عندها بلازميد على عكس الفيروس لا. التايب اوف نيوكليوتايد هتبقى واحده، ما هو عنده سيم دي ان ايه. presence of الفوسفورس اكيد طبعا، ما هو دي ان ايه. بعد كده 10 بيقول in which of the following is the DNA in elephant cells similar to DNA in the tomato plant cells. امتى الاتنين يكونوا متشابهين لبعض؟ حلو. the type of genes that are present on the DNA molecule ولا type of nucleotide in DNA molecule ولا the number of DNA لا، number of DNA molecule مش هتفرق معايا عشان نكون واضحين. the number of genes. طيب هو هنا بيقول number of genes والtype of genes. لا نوع الجين هيفرق معايا ولا أعداد الجين هيفرق معايا، ولكن التايب اوف النيوكليوتايد هي اللي هتفرق معايا. حلو. بمعنى ان انا دلوقتي عندي elephant وعندي توميتو وعايزه اشوف الدي ان ايه عامل ازاي. لو جيت شفت التايب اوف النيوكليوتايد بتاعي مثلا اللي هو موجود ال A وال C وال G وعندي كمان دي اوكسيرايبونيوكليز انزيم وعندي كذا، فأعداد الجينز مش هتفرق معايا. أنا ممكن يكون عندي 4 وهنا 4 بس الجينز مختلفة. حلو. مش هتنفع. وبيقول the types of genes that are present on the DNA molecule. حلو. أنا دلوقتي جبت النوع بتاع الجينات اللي موجودة عندي في ال DNA molecule. برضو إن جينا للحق يعني نوع الجين، يعني إيه نوع الجين؟ انت قصدك مثلا بيكون السيكونس بتاعه عامل ازاي؟ تمام. فعشان كده لو انا بقى هتكلم بقى كسوماتيك سيل بقى والدي ان ايه والكلام ده، التايب اوف النيوكليوتايد نوع النيوكليوتايد بتاعي حلو هو اللي هيبقى ايه الفيصل بتاعي عشان اقول الاتنين شبه بعض. عشان مستحيل تقول لي اصل اليفنت عنده نفس الجينز بتاع التوماتو، صح؟ بعد كده بيقول in the opposite figure which of the following parts carries أو carry a negative charge. أنهي واحد من دول carry negative charge؟ طبعا انت واخد الفوسفات جروب والهيدروكسيل جروب، صح؟ دي حاجة أساسية. ونجينا الحق يا عزيزي فده نيجاتيف وده نيجاتيف برضه مفيش مشكلة. هنا لو احنا جينا قلنا 1 هو ده اللي عنده نيجاتيف، لان انا هنا ده مين؟ ده الشوجر يا فندم. عرفتي منين؟ لانه طالع منه النيتروجينوس بيز بس. فواحد ده اكيد ده الفوسفات جروب بتاعي، هو ده اللي شايل نيجاتيف تشارج. حلو. بعد كده عندي
حلو الفيجر ده. The opposite figure illustrate البكتيريال cell قدامك which choice in the following table represent two structure رقم 1 ورقم 2. طبعا رقم 1 دايرة أكيد طبعا هتكون ايه بلازميد. حلو. طب واتنين ده الدي ان ايه، عرفتي منين؟ هو مكعبل كده هو مرمي في الدي ان ايه سوري في السيتوبلازم، على عكس البلازميد بيكون عندي circular in shape. حلو. تعالى بقى نشوف structure number 1 اللي هو البلازميد. هايل. بيقول circular and complexed with protein. يعني ايه complexed؟ يعني في بروتين وملفوف حواليه، مفيش الكلام ده. several turns لا طبعا ده circular. several turns لا، يبقى ده اكيد circular and not complexed with protein. هي دي الاجابه الصح. طب تعالى نشوف الناحيه التانية. several turns طبعا ده الدي ان ايه and not complexed with protein. حتى ده not complexed with protein. ليه؟ لان هو مرمي في السيتوبلازم، مش معمول له packing. no packing عشان تيجي تقولي ان هو complexed with protein. no packing. طيب رقم 2 بيقول ايه بقى؟ in which of the following is number 1 different from number 2. number 1 و number 2 بيقول النمبر اوف الفري الاتنين ما عندهمش فري. التايب اوف ريبليكيشن واحد. التايب اوف نيوكليك اسيد الاتنين دي ان ايه، ولكن المختلف هو عدد الجينز. طبعا ده عنده جينز اكتر بكتير من ده. بعد كده 13 from the opposite figure which of the following is not correct according to structure X. أني واحد من دول مش صح على X. فهنا عندي اللي هو الساتلايت دي ان ايه او التبس بتاعت الكروموسومز. بلاقي ايه important genetic information is lost without it. ده أساسي. it exists in all cells. لا مش exist in all cells، لأن في cells أصلا ما عندهاش نيوكليس يا فندم. زي مين؟ زي الار بي سيز red blood cells ما عندهاش. فانت ازاي تقولي exist in all؟ قلت لك اول ما تشوف all only الكلام ده اقلق اقلق، ما تبقى بتحطش في قلبك كده بطيخه صيفي. it doesn't code for RNA senses. احنا قلنا satellite ملوش علاقه بالار ان اي، وبدل ملوش علاقه بالار ان اي يبقى طبعا ملوش علاقه بالايه بالبروتين senses. حلو. 14 بيقول what is the correct arrangement from the complex to the simple structure. يعني من ال complex structure. يعني ايه complex؟ اللي هو عنده حاجات كتير قوي ليه اللي هو الايه اللي عادي مفيش مشكلة. طيب لو جينا اتكلمنا عن اقل فورم للدي ان ايه هيكون اكيد النيوكليوتايد. حلو. مش هي نيوكليوتايد وكذا نيوكليوتايد مع بعض يعملوا لي جين، وكذا جين يعمل لي دي ان ايه، وكذا دي ان ايه مع بعض coil around each other هيديني كروموسومز. بس اتحلت. يبقى انا عندي الكروموسومز دي الموست كومبلكس وان، بعد كده الدي ان ايه، بعد كده الجين، بعد كده النيوكليوتايد. 15 which of the following is not from the characteristics of the isolated DNA from the eukaryote. لو عملت isolation ل DNA من اي eukaryote ايه اللي مش من ضمن ايه صفاته اللي هتبقى موجودة؟ it organized in circular shape. طبعا دي غلط. يعني ايه؟ مش احنا قلنا ان الايوكاريوتس ما بقاش سيركل؟ لا طبعا يا فندم، دبل هيليكس عادي جدا. حلو وموجود. bind with الهستون ده الطبيعي. organize in the form of chromatin ده الطبيعي. it may be mutated. طبعا اي حاجة يعني كمان لله وحده. ماشي. 16 which of the following polymers are not found mainly in the yeast cytoplasm. انهي من ضمن البوليمرز اللي قدامك دول ما بلاقيهوش في اليست سيتوبلازم؟ احنا قلنا ان اليست ممكن الاقي عندها بلازميد صح؟ مفيش مشكله. ماشي. وطبعا بما انه عنده دي ان اي لازم الاقي عنده الدي ان اي بوليمريز انزيم لايجيز انزيم. بس الهيستونز لا، هي is not packed in the form of a بالظبط excellent نيوكليوس والكلام ده. ما فيش باكينج دي ان ايه ملفوف حوالين الهيستونز والحوارات دي نهائي. ماشي. بعد كده عندي 15 the opposite figure represent a nucleosome اهي in a living cell. وقلت لك من الشابتر لسه اللي فات ايه هو النيوكليوسوم، اديك عرفتها الكوره دي. حلو. الكوره دي كده اسمها نيوكليوسوم. which of the food sorry organism doesn't أو don't contain this figure. مين ما عندوش هيستون ملفوف عليه دي ان ايه؟ اكيد مين؟ اكيد هي البكتيريا
يا ب، صح ولا مش صح؟ دي حاجة أساسية. طب نرجع بعد كده عندي which choice in the following table illustrate the monomer of each of the two structures X and Y. حلو. يعني ايه monomer؟ يعني أصغر حاجة موجودة عندك في الأكس والواي. ايه هو الأكس وايه هو الواي؟ عندك الأكس ده اللي هو الدي ان ايه، فطبعا أصغر وحدة فيه أكيد هي النيوكليوتايد، فأنا هشطب على دي وهشطب على دي. طب الواي ده الهيستونز. حلو. طيب حلو، انا بقى انهي واحده؟ اكيد هي بروتين، فهتبقى ايه؟ امينو اسيد، فهتبقى الاجابه سي. بعد كده بيقول لي what is the reason for the binding between the two structure x y. طبعا ال differences قلنا في ال charges بتاعتي، ماشي. فبالنسبة لي ان انا عندي ان هنا عندي واحد بوزيتيف وعندي هنا واحد نيجاتيف. الاكتيفيتي بتاعت اللايجيز لا، ال differences of the charges، يعني واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف هيخليهم الاتنين يمسكوا. طب لو الاتنين بوزيتيف هيحصل ريبال، لو اتنين نيجاتيف هيحصل ريبال. بعد كده 18 if you know that the opposite figure represent a zygote cell. zygote cell يعني 2n. Which choice in the following table is the source of DNA in each of X and Y. حلو قوي. X ده اللي هو مين؟ ده الميتوكوندريا، باينة قوي. وهنا عندي الواي دي عادي، يعني النيوكليوس اللي جوه بتاعتي، ماشي. حلو. دلوقتي الاكس الميتوكوندريا بقى دي للميل ولا الفيميل ولا both of them؟ حلو. بس انا دلوقتي الزيجوت ده اديته مين؟ يعني هو قصده مين اللي اداله الميتوكوندريا؟ انت فاهم قصدي؟ اللي اداله الميتوكوندريا اكيد الفيميل، لان الميل اصلا الميت بيس ما دخلتش. صح، فعشان كده الفيميل. طب الواي هنا بقى الدي ان ايه، طبعا اكيد from the both. ما ينفعش ادي من الميل بس هيبقى نسخة من باباه، لا هو ميكسد ما بين الاتنين. يبقى ده سؤال من شابتر 3 وحطهولك في ايه؟ في شابتر 5. بعد كده 19 بيقول in the opposite diagram what do letters X, Y and Z represent respectively. X, Y and Z. حلو. عندي كروماتين، DNA or RNA synthesis. حلو قوي. المفروض ان انا بالنسبة لي الاكس و الزد لما هيمسكوا مع بعض، يعني هيمسكوا مع واي، حلو، هيديني كروماتين. حلو. الكروماتين ده هل هو سيلكولر دي ان ايه؟ مستحيل. ولا هو فوسفات ولا هو ار ان ايه. فكانت حل اللغز كله عندي في واي يا فندم. انت تعرف ان الواي ده اصل الكروماتين، فده الدي ان ايه. يبقى هنا الاكس ممكن الاقي هيستون بروتينز وممكن الاقي نون هيستون بروتين. حلو. خلاص اتحلت. شفت؟ امشي سيستماتيك يحتار عدوك فيك. طيب which of the following is applied to the both processes A and B. A اللي هي الباكينج والريبليكيشن. حلو. بيقول they are opposite. طب انت شايف ان هما opposite ولا complete لبعض؟ اكيد هما opposite، لان انا بباك ولما باجي اعمل replication بقى هعمل unwinding. تمام. فانا هفكهم عن بعض، فهم opposite بحيث ان هي ال A بالنسبة لي لو جينا شفنا هنا ال A هي اللي بالنسبة لي مين؟ هي الباكينج، وال B هي ال A الريبليكيشن ساعتها ال A الانوايندنج عشان اقدر اعمل ايه؟ عملية الريبليكيشن والدبليكيشن. بعد كده 20 بيقول the opposite figure represent a DNA replication process in which of the following cells this process doesn't take place. يعني في انهي مكان من دول ال DNA ما بيحصلوش. طيب انا شايفة هنا end point start point و end point، وشايفة ان هو مش cellular DNA، فاكيد هو بكتيريال سيل مش هيحصل فيها الهبل ده. كل دول عندهم نيوكليوس، كل دول الموضوع بالنسبة لهم ايزي، ماشي. طب اليست فانجس، ما هو انت عندك بلازميد وعندك عادي نيوكليوس، يعني انت ليه محسسني ان هو عنده بلازميد بس؟ يعني موضوع ايزي، فاهم؟ حتى بتيجي تختار اللي هو ايه
تنقي، لا اسمها ايه، تريث. حلو، يعني بالراحة. طيب 21 بيقول in which of the following organisms the nucleosomes are not found. أنهي واحدة من دول النيوكليوسومز أنا ممكن ملاقيهاش. حلو، برضو نفس الحكاية. أنا دلوقتي لو circular DNA أكيد زي البكتيريا مش هلاقي نيوكليوسومز، مش هلاقي باكينج أصلا يا فندم. الباراميسيوم والأميبا والتريبانوسوما كلهم ايه، كلهم يا فندم عادي مفيش مشكلة، يعني كلهم عندهم نيوكليوس وزي القرود. ماشي. 22 بيقول one of the body cells contain the gene of insulin hormone. واحد من السيلز دول عندهم الانسولين هرمون. to which of the following this indicates. indicate ايه بقى، يعني one of the cells contain الجين. واحد سيلز بس هي اللي عندها الجين دي، يبقى احنا محتاجين نقرا الايه اللي هو بقيه الاجابات. طيب لو انت مش عايز تقرا بقيه الاجابات، طب ما انت عارف ان السوماتيك سيل، دلوقتي انا عندي سوماتيك سيل طبيعي جدا. السوماتيك سيل يا فندم دي فيها ايه، فيها انسولين. ما هي كلهم انسولين يا فندم، كلهم فيهم the same genes the same DNA، ولكن الانسولين activated فين، في بنكرياس حضرتك عشان اقدر اعمله replication و duplication. تمام. ف this cell is from البيتا cells only. لا يا بابا، هو موجود في كله، هو ما قالش active فين. عارف اقول لك active فين؟ ان شاء الله في ال RNA، مش دلوقتي خالص. the rest of the body contain the same gene. ده طبيعي، ده الطبيعي. some of the body contain، لا هو somatic cell. فهي الفكرة كلها ان احنا كلنا عندنا نفس الحاجة. ماشي. طب 23 بيقول which of the following represent the number of plasmids and DNA molecules respectively in each cell in the resulted daughter cells from a division of a bacterial cell containing one plasmid. ماشي، يعني انهي واحد من دول represent البلازميد والدي ان ايه بالترتيب. يعني لازم تقولي البلازميد وكده resulted from the total cells عندها واحد بلازميد. لو انا عندي واحد بلازميد حلو قوي، لما هاجي هعمل replication duplication تمام مفيش مشكلة. فانا عندي بكتيريا واحدة عملت لها division، طبعا انت عارف البكتيريا يعني binary division طبيعي، فانت هتتقسم يبقى واحدة هنا واحدة هنا، يبقى أنا عندي دي ان ايه هنا ودي ان ايه يعني وبلازميد، فاهمني؟ فهي يبقى واحد بس هو اللي اتكون جديد. تمام، يبقى الريشيو بالنسبة لي 1 to 1. تمام، لأن أنا الفكرة كلها عندي إن أنا هيكون ايه، كل واحد عنده 1 بلازميد 1 دي ان ايه، مفيش أي حاجة تاني. حلو، فبس خلاص. بيقول 24 in which of the following the 3 end اللي هي ناحية ال OH of a nucleic acid can be determined. يعني مين من الآخر عنده free end؟ مين عنده free end؟ أكيد مش البلازميد ولا الميتوكوندريا ولا البكتيريا، أكيد الفيروسز يا فندم عندها RNA single. حلو، single stranded 3 ل5 براحتك، أو 1 من 5 ل3 اللي انت عايزه يا بيه. طب 25 بيقول X, Y and Z are 3 different species of birds. 3 أنواع مختلفة، فصائل مختلفة من الطيور. If some cells in each of X and Z can form enzyme A. يعني إيه؟ يعني X some cells مش كله، X و Z بيعملوا لي enzyme اسمه A while some cells of Y can form B. حلو. Therefore the somatic cells in each of أنهي اللي هيكون نوعا ما متشابه. طبعا هي مش محتاجة، انت ممكن تكون جبتها اصلا بعينيك. هتقولي ايه؟ اكيد الاكس والزد. يعني اهي بيقولك X and Z contain an identical part of genetic material. في حتة sequence زي ما هي، ماشي، في حتة سيكونس زي ما هي، فعشان كده قدرت تعمل الانزيم ده زي ما هو. ماشي. طب ليه ما اختارش X and Z contain the same genetic material؟ طب ما احنا الاتنين عندنا دي ان ايه، انت بتستعبط. هو ده genetic material، انت ما حددتليش ايه اللي جوه genetic material.
فعشان كده لا مش هينفع. طب y and z لا بعاد عن بعض، x y and z ايه ده، مفيش الكلام ده. حلو. بعد كده 26 بيقول ايه بقى which of the following is common in both البروكاريوتس and eukaryotes. يعني ايه common؟ يعني الاتنين مشتركين في البروكاريوت والايوكاريوت. بيقول presence of الكروموسومز. هل الكروموسومز؟ لا الكروموسومز مش موجودة في البروكاريوتس. طب degree of البروتين complexity ده موجود مش موجود في البروكاريوتس برضه، يعني ما نستعبطش. absence of الميتوكوندريا ايه ده، مش موجودة ميتوكوندريا ليه يا فندم، ما هي موجودة عادي مفيش مشكلة. ولكن التايب of replication enzymes هي سيم اللايجيز موجود، مش عارف ايه موجود، كله موجود يا فندم، البوليميريز الهيليكيز كله موجود. فده الموست common one. طيب 27 بيقول لك which of the following statement describes the opposite figure correctly with respect to الكروموسومال structure. حلو قوي. هنا انت شايف ان هو النيجاتيف عشان الفوسفات جروب طبعا، وهنا البروتين حلو جدا ان هو البوزيتيف 1. فايه اللي هيحصل الباكينج حلو قوي لان البوزيتيف هيمسك مع النيجاتيف. حلو. طيب انا بقى قلت لك ايه النيجاتيف اللي هو الفوسفات جروب، طب وايه البوزيتيف اللي هو الايه الالكايل جروب. حلو خلاص اتحلت مفيش مشكله. فعشان كده اجي اشوف بقى بيقولك X is coiled around Y when the cell divides. بالعكس when the cell divides انا هبتدي ابعد عشان اعمل replication process بتاعتي. the binding between the acidic medium ايه ده، هو انا عندي acidic medium في السيلز بتاعتي، هبتدي اخاف. the binding occurs between the positive alkyl and the negative phosphate. ايوه يا فندم هي دي الاجابه. طب the positive charge in Y is due to terminal carboxyl group. ايه يا فندم كاربوكسيل ايه بس، روح ذاكرها في الكيمياء مش عندنا. بعد كده 28 بيقول the amount of nitrogenous bases in the human sperm head is their amount in the ovum. المفروض انت هتفكر في ايه، خلينا بس نشوف دنيتك عاملة ازاي. دلوقتي الهيد حلو، هل هي هتكون مثلا اي حد متهور دلوقتي هيقول لي الاتنين سيم ده 23 كروموسوم وده 23 كروموسوم، بس هو عايز الاماونت اوف نيتروجينوس بيس. هل الاوفم دلوقتي متقدمة او عندها DNA مثلا في حتة اكتر من الهيد؟ طبعا موجودة في في الميتوكوندريا. مش احنا واخدين في شابتر 3 ان انا الميتوكوندريا بتاعت اي بني ادم على وجه الارض جايبها من مامته؟ فاذا الميتوكوندريا بالنسبه لي هو DNA اكسترا. حلو، يعني معنى كده ان انا عندي نيتروجينوس بيزز اكتر من الموجوده في الهيد بتاعه السبيرم. لو ابتديت بقى بالهيد سبيرم هتبقى اكيد النيتروجينوس بيز هتبقى اقل بكتير من الاماونت الموجوده في الاوفم. شفت. طيب 29 بيقول if you know that ان اليست فانجس nucleus contain 16 كروموسوم. النيوكليوس بتاعتي عندها 16 كروموسوم. How many free phosphate group are found in each DNA molecule directly before the starting of cell division؟ حلو. في المواقف اللي زي دي هبتدي احسب بقى واجيب الكالكوليتر بتاعي. انا دلوقتي عندي 16 كروموسومز. هايل. حلو ماشي. انا عايزه اعرف how many free phosphate group في الطبيعي. دلوقتي 16 كروموسوم يعني 16 DNA، يعني انا المولكيول الواحده بيكون شايل فيها 2 فوسفيت جروب. عرفتي منين؟ ما هو 1 من 5 ل3 والتاني من 3 ل5 اهم 2. فعشان اعرف عدد الفوسفيت جروب اصلا في الطبيعي من غير اي دبليكيشن هعمل 16 في 2 هيديني 32. ده كده الطبيعي. هو بقى مديك حاجة في التقيلة، بيقول before starting of the cell division، قبل بداية السيل division. يبقى ال 32 دول هضربهم في في 64. يعني 32 في 2 هيديني 64. فهمت اللفة؟ لان كده لازم اعمل duplication، يعني قبل الديفيجن لازم يكون عندي copy. فانا في الاول حسبت عدد الفري فوسفيت جروب في الطبيعي، وبعد كده لما بيحصل division لازم يحصل duplication فبضربها في 2. اخر topic معانا في الدي ان ايه هو جزء الميوتيشنز. حلو. بيقول بقى
ان الميوتيشنز appear on the offsprings when they take place in the A. يعني امتى هشوفها ظاهرة على الولاد؟ لو هي في الماسكولار تيشو، لا لو هي بتتورث للولاد فهي ما تجيبليش حاجات اصلا كلها سوماتيك سيل. ايوه هات لي برايمري جيرم سيل. لو عندي مشكله في البرايمري جيرم سيل اكيد البيبيز اللي هتطلع هيبقى عندها الديفكت ده، وممكن توديه لعيالها، ممكن يبقى فيه جيناتيك فاريشن بقى ونوصله للاحفاد بقى والجنريشنز اللي جايه. بعد كده 31 بيقول healthy parents، بيقول لك يعني مش هقول لك اولاد، لا parents اصحاء، ماشي، فمش اي حاجه. have a son that suffers from a disease، عندهم ابن يعاني من مرض caused by a dominant gene. عارفين يعني ايه dominant gene؟ يعني جين عادي بيتورث، تمام، مفيش اي مشكله، حلو، بس dominant. يعني ايه dominant؟ يعني سائد اكتر بكتير، وريسيسيف يعني capital letter لو انت مش فاكر يعني. بعد كده بيقول this is due to occurrence of a mutation. حصلت الميوتيشن بقى بسبب ايه؟ تعالى نقرا مثلا الانسرز. حلو، بيقول during the embryonic development of the son، وهو رضيع. حلو، ممكن. بيقولك in the secretal cells of the father before mating. حلو، يعني هو اصلا حصلت مشكله، لا ماشي، ما هي secretal cells دي somatic cell عند الفادر، انا مالي. in the cells of the parents after occurrence of، ايوه ما هو في البيرنتس بقى بعد ما حصل fertilization يبقى ملوش علاقه لا sperm ولا اوفا. in the cells of the son after reaching a certain age، لا يا حضرتك dominant gene، انا في الجينات يا فندم، تمام، فهو اكيد هو بيتكون وهو مش البيرنتس، ولو حاجه في البيرنت يبقى قبل ما يخلفوه من الاخر. 32 بيقول from the two opposite figures number 1 and 2 that represent the receptors of interleukins and the gene that is responsible for it in two babies. One of them is healthy and the other is infected. واحد سليم والتاني مش سليم. بيقول ايه؟ واحد ان انا عندي normal receptor of الانترلوكين موجود هنا، وعندي lymphocyte in the healthy baby، ده الطبيعي. طب abnormal receptor، بصوا مدينا ظهره كده، خدنا ايه وشه، مدينا قفاه. حلو، والليمفوسايت المنفكت، لا ده هنا صعب قوي، حتى الماسكه تبقى صعبه. حلو، فهنا بيقول ايه بقى؟ اكيد هنا في حاجه مختلفه. يعني هنا بص سي 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 جي اي تي جي اي، صح كده اهو. شفت مشكلة في جين يا فندم، سوري مشكلة في نيوكليوتايد، هي دي اللي عملت المشكلة دي، تمام. وبعد كده باقي سليم. خلاص احنا كده عرفنا اصل المشكلة. which of the following reasons is responsible for this change؟ خلاص احنا طلعناه، احنا مش محتاجين لا احنا محتاجين نقرا عادي جدا. the change of the receptor structure due to chromosomal mutation. chromosomal mutation يعني هي حصلت مشكلة في الكروموسومز في البيبي، فهي اللي عملت المشكلة دي. طب the addition of a new nucleotide leads to لا انا هنا مش addition، هنا في حصلت مشكلة اصلا، فدي دي نسيبها في حالها. طيب a damage occurred in the two adjacent nitrogenous base، يعني الاتنين اللي قدام بعض حصل لهم damage. بعد كده بيقول a damage occurred in the two adjacent nitrogenous bases، ان هما ايه الاتنين جنب بعض، او changing the structure of protein that form the receptor. وهي دي الادق، ان انا لما غيرت شكل البروتين، لان احنا لما تيجي تاخد باذن الله شابتر بارت 2 بقى بتاع الار ان اي، هتعرف ان البروتين اصلا انا بجيب الدي ان اي واعمل له ترانسكريبشن مش عارف ايه والحاجات دي اللي انت هتاخدها دي. حلو، فانت محتاج ان انت تكون عارف ان الاستراكشر البروتين لما يتغير، خلاص انا الريسبتور بتاعي بصوا اتغير، اصل هو كده كده يعني اتغير، تمام. فبتقولك damage occurred يعني هي مبقتش موجودة، لا هي مش هي انا غيرت اصلا. حلو، بعد كده وبعدين كروموسومال ميوتيشن هتبقى ليمفوسايت،
برضو عقلوا الجملة. 33 بيقول from which of the following processes the evolution scientists make benefit during their studies. بقى عملوا البنفيت دي ازاي؟ حلو. هل عن طريق الريبليكيشن بروسيس، الدي ان اي كلونينج، الار ان اي ترانسكريبشن، مالهاش دعوه بالترانسكريبشن، ولا السبونتينيوس ميوتيشن؟ لا طبعا سبونتينيوس ميوتيشن. وانت عرفت في المنهج ايه البينيفيتس كانت بتاعتها، ولو انت فاكر يا ريت تكتب لنا تحت في الكومنت، ولو انت مش فاكر قولي وهبقول لك بقى. المهم which of the following is represented by the following figure. ان انا جبت UV rays. حلو. حصلت مشكله هنا في استاذ صايمين، بعد كده هنا دامج، حصل نيو دي ان ايه وربنا سترها. حلو. ده كده يعتبر ايه؟ ده ريبيرنج. انا قلت لك ربنا سترها، ده دي ان ايه ريبيرنج ميكانيزم. عرفتي منين يا فندم؟ لان الصايمين لما باظ كان عندي ريبليكا الناحيه التانية، كان عندي كابي الناحيه التانية، عرفت اخد الكابي دي وبقى وربنا سترها والدنيا بقت ايزي معايا. ماشي. بعد كده 35. What is the reason for occurrence of mutation in the opposite figure؟ ليه أنا عندي mutation في ال opposite figure دي؟ A B C A B C A B C. حلو. هنا بقى D E F G D E F. في هنا D. حلو. وفي هنا E تاني. مش عارفة أقول إيه ولا إيه بصراحة، المكرر. ها بقى كده دي. يعني في حاجات كتير قوي. فهنا انا شايفه ايه؟ انا شايفه هل هنا مثلا يجي يقول لك increase in the number of chromosomes a change in the chromosomal structure. هل انت شايف ان الستراكشر بتاعي هو اللي اتغير؟ اه اه انت مش عايز يا فندم هو طول قد ايه؟ تمام. طيب duplication in the number of chromosomes. لا انا مش شايفه duplications، لان هنا انا فين الدبليكيشن؟ مش شايفه اي duplication. حلو. an increase in the number of chromosomes هو نفس الواحد يا فندم. change in the gene structure. والله انا هنا هختار، بس هنا انا شايفه كروموسوم، هنا انا مش هختار جين. ليه اختار جينز؟ الدي ان اي بتاعي تمام نيوكليوتايد وكده، وانا شايفه ان الكروموسوم هو اللي فيه مشكله، في مشكله عندي في الايه، في الكروموسوم. فعشان كده نخلي بالنا ما بين لما يجي يقول لك جين ولما يجي يقول لك كروموسوم. حلو. يبقى انا بالنسبه لي الاجابه هتبقى دي. بعد كده 36 the bread mold fungus can form the needed أرجينين أو أرجينين وعرف أنت عايز تقول إيه. نوع من أنواع الأمينو أسيدز اسمها يعني from the raw materials، يعني من المواد الخام according to the following enzymatic reactions schema. حلو. عندي جين A هيعمل انزيم X. حلو. وعندي جين بي هيعمل انزيم واي، وعندي جين سي هيعمل انزيم زد. حلو. هنا انا عندي الاي ساعدني هنا في الرو، طلع لي الانزيم واحد الرو ماتيريال، خلاه هنا كل ده امينو اسيد. بعد كده جين بي عمل لي امينو اسيد، بعد كده جين سي ده عمل لي امينو اسيد. بيقول لك what happens if mutation takes place in the gene B. لو حصل هي مشكله تمام كسيكونس بقى، هتفضل بقى انت تشوف بقى كل واحدة ايه اللي هيحصل لها. حلو. فأشهر مثال مثلا ان لو ده حصل مشكلة ده مش هيتكون هو كمان، يعني انت كده بهدلت لي الدنيا صح. فبيقولك the fungus can form arginine. مستحيل can form arginine without y. ازاي؟ ما هي sequence، هي عملية ودايرة. حلو. can form arginine ازاي؟ بيقول لك can form arginine by supplying it with enzyme Z. ماشي. طب ما هو enzyme Z هتجيب من غير جين C. ف the fungus can form arginine at all. أنا أؤيد هذه النظرية. بعد كده عندي 37 بيقول the following events take place when the DNA inside a living cell nucleus is exposed to radiation. حلو. عندي X Y Z and L mutation takes place
وبعد كده حصل change في cell activity, change في protein structure, change in the sequence of the amino acids in the polypeptide chain. Which of the following represents the correct arrangement for those events؟ طبعا أول حاجة أنا عايزة بيقولك exposed to radiation، أول حاجة تحصل هي mutation، فعشان كده أنا هلغي دي. حلو، فقدامي طبعا الأكس هي البداية عندي. طب بعد ما الأكس تعمل mutation، لما يحصل mutation يبقى أنا هغير السيكونس الموجود بتاع الأمينو أسيد. لما أغير السيكونس الموجود في الأمينو أسيد البروتين هيتغير، فالأكتيفيتي بتاعت السيل هتتغير، فتبقى اكس ال زد واي، يبقى هي بسيكونس. انا عشان اكون امينو اسيد بروتين محتاجه سيكونس اوف امينو اسيد، وعشان البروتين يتعمل خلاص هو اللي هيأثر لي على الايه السيل اكتيفيتي. حلو، بس كده خلاص، ولا دي تنفع ولا دي تنفع. طيب 38 بيقول if you know that cell division is activated by protein X. حلو، that stimulate ال DNA replication and the division is stopped by protein Y، وبعد كده division وقف ببروتين Y that act on terminating the action of protein X. terminating يعني يوقف الفعل بتاع بروتين X ده اللي بيأكتيفيت السيل division. خلي بالك the two following figures illustrate a nucleotide sequence on DNA for structure of protein Y in the two cells A and B. Study them then answer. حلو أوي. بص دلوقتي من 5-3 ايه اللي اتغير؟ أنا بحب أعملهم تلاتات، هتعرف ليه كده في آخر الشابتر. بالنسبة لي في واحدة هنا ناقصة، TCA اهي. حلو، CTA هي CTT ماشي. حلو، يبقى هنا في النص، يبقى هنا ثانية بقى نمسحها هون ماشي. هنا في ايه ناقصة. حلو، يبقى كده الدنيا ايه اتحلت ماشي. فبيقولك what is the reason for a change cell A to cell B. انت شفت ايه اللي حصل؟ ان انا حصل مشكلة عندي، ما قلتلك هنا بقى انا شغالة على النيوكليوتايد، يبقى انا عندي مشكلة في الجين، شغالة على كروموسومال، يبقى هنا حصل جين ميوتيشن. ما تقوليش كروموسومال induced، اكيد لا transformed ايه ده ماشي. طيب 2 what is the reason for formation of the cancer cell B. تعالى بقى نفصص واحد واحد. بيقول البروتين X becomes ineffective. X ده فين X X اللي هو بيساعد مبقاش effective, therefore the cell is stopped and they are getting old. هي ما stopped خالص، هي cancer cells وتفضل مكملة. The effectiveness of protein X and Y increases more than the required of the cell. هيفضلوا يزيدوا أعلى، ولا بروتين Y become inactive. Y بقى ده بتاع ايه بقى؟ and the division is stopped by protein Y that act on terminating the action of X. حلو، فبيقولك ان Y مبقاش effective, therefore the cell divide continuously and randomly. دي حقيقة، ما هي دي مشكلة الكانسر سيلز. الكانسر سيلز هتفضل تعمل ميتوزيس ديفيجن لحد ما يبان لها صاحب ماشي. فدي مشكلة كبيرة قوي، يعني حاجة مستفزة. حلو، فعشان كده واي اللي كان بينهبت موضوع الديفيجن ده مبقاش موجود، فخلاص ماشي. اما لا ده تنفع formation of protein that differs from protein X in the physiological properties لا. 39 بيقولك ايه on crossing two plants where the chromosomal set of the first plant was 4N. حلو، هنجوز اتنين لبعض، واحد 4N والتانية 6N وبلانت chromosomal set 7N was produced، يعني 4 و 6 اداني 7N. What is the reason for that؟ تتوقع ايه هو reason for that؟ The crossing occurs between two different species of the plant. لا يا جماعة، ما ازاي؟ ما هو first plant was and the second
and the chromosomal set of the second plant or a plant of يعني أعتقد إن هما نفس السبيشيز. بيقولك حصلهم crossing. لأ. The chromosomes of the first plant are not reduced during the gamete formation. يعني أول واحد ما حصلوش عملية الريدكشن. طب الكروموسومال of the second plant are not reduced during the gamete formation. حلو. طيب عندي the chromosomes of each of the two plants are not reduced during the gamete formation. حلو. لو جينا احنا هنا اتكلمنا، انت المفروض عشان تكون عارف ان هو لازم الجميت عندي بتكون هاف. انا ما هعمل كروسنج مع بعض، ده هيبقى عندي البير هيديني جميت 2n وده هيديني جميت 3n، فالمفروض الاوف سبرينج هيبقى عندي 5n. ازاي بقى طالع 7n؟ حد منهم ما حصلوش ريدكشن. حلو. طيب لو انا خليت الاول سبتها 4n بلس 3n هيديني كام؟ هيديني 7n. هي دي الاجابه. يبقى فعلا اول واحد ما حصلوش ريدكشن. طب نيجي تاني، لو انا جيت سبتها 2n زي ما هي وخليتها 6n هيديني كام؟ 8n. يبقى ملوش علاقه بالسبعه، يبقى دي تبقى تنفعش. الاتنين لا، في واحد حصل له ريدكشن اللي هو مين بالظبط؟ اللي هو السكند. بس خلاص، كان سؤال تافه. 40 متقسم لتو بارتس. بيقولك ايه؟ اول واحد عندي جين رقم 1، نتشيك بس ان هو معمول صح. اوريجينال، استنى، جين حلو، ده كده صح. هنا بقى AOT COG، هنا تالت AOT دي مختلفة. طيب بعد كده في هنا حاجة صح؟ ده في هنا حاجة زايدة أصلا. أيوة هي دي الزايدة. ماشي. بيقولك which of the following does gene number 1 differ from 2؟ number 1 differ from 2 على أساس ايه؟ على أساس النمبر of النيوكليوتايد، ده عنده زيادة أصلا، ده عنده قليل. حلو، ده أقل منه. فتقولي التايبس، لا هم عندهم نفس التايب. التايب اوف نفس التايب. التايب اوف بوليميريز هو، ولكن النمبر اوف النيوكليوتايدز أكيد it's a different. تمام. بعد كده بيقولك 2 what is the mutation type that causes the change that occur في number 1 and number 2 respectively. طبعا انا غيرت اصلا نيوكليوتايد، فهنا هيبقى بالنسبة لي ايه؟ nitrogenous base substitution. ايه ده موجودة اهي، ان انا ايه؟ بدلت او غيرت في nitrogenous base. حلو. وبعد كده حطيت اضافة جديدة في واحد سادس في النص، يبقى insertion of of nitrogenous base والnitrogenous base substitution. relation induced with chromosomal mutation. 41 which of the following is considered a chromosomal mutation؟ أي واحد من دول يعتبر chromosome mutation؟ separation of a piece of الكروموسوم وروتيت 360 and rejoining. لا ده كده مش يعني ما حصلش حاجة، يعني حصل خير. losing a small part from the satellite of some chromosomes that are non-coding. طب ما هي non-coding. exchanging parts between homologous chromosomes دي اسمها crossing over، ودي حاجة حلوة. ماشي، ده مش mutation. مفيش قدامي غير دي increasing the number of sex chromosomes. طبعا. ماشي، يبقى انا عندي كتير قوي، دي بالنسبة لي mutation، يعني المفروض يكون عندي 21. حلو. سوري، 2 6 كروموسوم XY أو XX لو بني آدمين يعني. طيب 42 بيقول بقى ايه؟ 42 which of the following is not considered a reason for appearance of some feminine characters on a male؟ يعني ايه مش من ضمن الأسباب ان انا لقيت
علامات أنوثة موجودة على راجل. فبيقول ايه بقى؟ بيقول لك a decrease in one of the somatic chromosomes. طبعا حلو. decline sorry it's not considered. لا ده somatic cell. ليه بقى؟ لو كان قصدك 6 كروموسوم، ايوه كلاين فلتر كان XXY، ففي 6 كروموسوم زيادة. increase the level of estrogen طبيعي، decrease the level of testosterone ده طبيعي، ولكن السوماتيك سيلز اللي هو الباقي 21 واحد التانيين، 21 التانيين. بعد كده عندي ايه بقى؟ عندي 43 بيقول assuming that during bacterial DNA replication a damage occurs for two opposite nitrogenous base at the same time in the DNA that represent a code. يا نهار ابيض، يعني ايه كود؟ يعني ممكن يتحول لبروتين. which of the following happens due to this disturbance؟ ايه المصيبة اللي ممكن تحصل؟ حلو. بس هو قال bacterial during DNA replication، فما تحسسنيش ان هي ممكن تموت او تنتحر. هو كده كده هيحصل mutation، يعني occurs of mutation في parent cells only ولا في daughter cells. هو قال damage DNA replicator code. يبقى انا عندي مشكلة هنا في daughter cells اللي هياخده، لان parents خلاص هي كانت متكونة. mutation في parent لأ، none دي مستحيل. طيب 44 بقى بيقول ايه؟ the following sequence. هنا عندي 1 and 2 represent a part of the gene that is responsible for insulin hormone production. ده اللي بيعمل لي اصلا الانسولين. one of them is normal and the other is abnormal. حلو. هو قايل النورمال، بحب اقسمه تلاتات، هتعرف ليه. اعمل الصح، اعمل الصح. امال المشكلة فين؟ تي سي جي جي. ها لما زي الفل اهو. اخس، هي دي خلاص قفشتها. حلو. what is the reason for appearance of diabetes mellitus؟ يعني مرض البول السكري. انت عارف اللي هو decrease الانسولين ف increase اليورينيشن. حلو. on a person with abnormal جين with the abnormal gene. ليه الواحد اللي عنده abnormalities ده عنده مشكلة؟ حلو. لان انا اصلا ده ما بقاش انسولين، ف change in the structure of the insulin as a result of gene mutation. حلو. ولا occurrence of mutation as a result of replacing the G with the base A. يعني بدلتهم مع بعض. طب افرض هو اصلا كانوا العكس اصلا، ولا هو اصلا ما كانوش A و G. لا. حلو. سوري. هنا ده A مفروض ان هنا هتبقى T. حلو. فبيقولك occurrence as a result of replacing G with A. لا ما حصلش خالص. وبعدين لا سوري، هنا انا مش بعمل بيس بيرنج، انا هنا هنا نورمال جين A مفروض هنا يكون A زيه، فعشان كده بيقولك replacing G with A هو ده السبب. ولا the change in the gene not in the resulting protein، ولا change in the structure of chromosomes that leads to that carries الانسولين جين. حلو. طبعا من غير اي حاجة انا عندي مشكلة في الجين ميوتيشن. هو مش انا لعبت في النيتروجينوس بيز نيوكليوتايد بتاعتي وقلت لك 100 مرة لو لعبت في النيتروجينوس بيز او نيوكليوتايد يبقى انا excellent، يبقى انا جين ميوتيشن مش كروموسومز ولا اي هبد من دول. اخر 3 اسئله بيقول supposing that during the DNA replication of the yeast fungus، يعني بافتراض احنا هنعمل replication يعني لليست، a damage of two opposite nitrogenous base has occurred at the same time in the part of DNA that represent a code to which the following does this disturbance lead. ممكن تأدي للdisturbance اللي حصل at the same time ده. ان شاء الله يعني حاجة بسيطة هتحصل ميوتيشن كده كده، بس المرة دي هتحصل في الاتنين. يعني ايه في الاتنين؟ هتحصل في البيرنت وكمان في الدوتر، لان انا مش عارف اريبير المشكلة. يعني خلاص لما حصل المشكلة دول انا مش عارف، يبقى انا عندي كوبي
منها تاني. حلو. فخلاص يبقى انا بالنسبه لي انا عايشه بايه؟ دامج دي ان ايه والكلام ده. حلو. يبقى انا دلوقتي لو انا الاتنين بوظتهم في نفس ذات الوقت، حلو، تمام، وما عملتش اي ريبليكيشن لسه، حلو، يبقى انا ايه؟ هاذي البيرنت سيل والدوتر سيلز الاتنين في نفس الوقت. البيرنت لان هو اللي صاحب اصلا النيوكليوس دي، او صاحب اصلا اليست فانجس دي اصلا، والدوتر هي اللي ايه؟ هي اللي هتطلع مكانه. ماشي. بعد كده عندي 46 بيقولك ايه بقى؟ 46 The hair and skin of some people are characterized by being white colored. الالبينيزم. حلو. As a result of occurring a disturbance in the production of melanin. This is due to انا عندي هنا مشكلة في الجي true gene mutation. ما ينفعش نقول false في اي واحدة من دول. حلو. لان هنا انا عندي مشكلة في البروتين، يبقى ده اكيد مشكلة في الجينز. بعد كده بيقول if the mutation occurs in the DNA that is present in the mitochondria of the gamete of both father and mother, from which of the following is this inherited mutation transferred. حلو قوي. هتتقل من ايه؟ هتتقل اكيد من المذر، دي حاجة اساسية. طب المذر للدوترز بس ولا الاتنين؟ اكيد للايه؟ للاتنين. تمام، سواء السانز او الايه او الدوتر، هما الاتنين هيبقوا موجودين. شايفك وانت بتقلب ثانية واحدة، هما حاجة بسيطة. بيقول if the sequence of nitrogenous bases in the segment of one. انت كملت قراية ليه؟ انت المفروض اول ما تشوف تعمل كده، ودي تبقى ايه؟ سي 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 جي جي سي اي سي. write the sequence of nitrogenous bases. الحمد لله ايه؟ خلصنا. حلو. طيب بعد كده بيقول بقى if the mutation occur as a result of a change of one base in the segment of the strand. one base يبقى ده مين؟ يبقى ده أكيد gene mutation. and what is its effect? what is its effect؟ ايه ده؟ ممكن يعمل ايه؟ ممكن هيحصل لي مشكلة في البروتين synthesis. تمام، من الآخر. طب 2 in the market if you see a type of watermelon which has unusual high weight. خلاص بقى، يعني عنده تخين قوي. حلو، مش قادر. how can you explain the reason for the unusual big size؟ ليه؟ طبعا احنا واخدينها في الدرس اللي هي الايه؟ البولي بلويدي. تمام. طيب بعد كده بيقول explain how can we make benefit from replacing الايه this phenomena. حلو. المهم ان انا دلوقتي عندي مشكلة. حلو. هو هنا repeating، انا عمال اقول replacing وهي repeating. لما انا هريبيت اي حاجة من دول هيحصل لي حاجة اسمها induced mutation. تمام. فهنا بقى هتطلع لي بقى large sized و seedless fruits على زي ما انا عايزه. طب ايه هي الفينومينا اللي احنا بنتكلم عليها؟ اللي هي مين؟ اللي هي البولي بلويدي. بعد كده اخر حاجة عندي x y and z. what is the common factor among x y and z؟ حلو. محتاج تعرف ايه هي اللي ما بينهم. اكيد هتكون مين؟ اكيد هتكون البيلدينج يونت بتاعتهم اللي هي الايه؟ نيوكليوتايد. ده بلازميد وده هنا بلازميد وده هنا بلازميد، وكلهم بيكونوا من نيوكليوتايدز. دي حاجة بيزكس يعني. كده انا خلصت خلاص. بالنجاح والتوفيق لكم يا حلوين. احتجتوا اي حاجة ابعتولنا، وتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل بحيث ان احنا نقدر نكمل. وباي.